فلقيت ان المهنه دي طبعا كلنا كنا عارفين ان فيها فلوس حلوه، فلوس كتير جدا، اللي هي بقى ايه الكوميرشال درايفنج لايسنس CDL. فدلوقتي اتغيرت بقى، ايه اللي حصل؟ ان المهنه دي ما بقاش فيها فلوس كويسه زي ما كانت زمان، عشان تكونوا عارفين. فالناس دي كلها معظمها لقيتها ايه، سايبه المهنه دي وتحولت انها تشتغل اوبر وليفت. فحبيت اقول لكم المعلومه دي، لان لما بتشوفوا اعلانات واعمل مش عارف تريليون دولار في الساعه واعمل مش عارف كام، دي المدارس اللي بتدي الرخصه دي، فمن مصلحتهم يعملوا الاعلانات يقولوا انت هتعمل كذا وهتعمل كذا. لكن دور بقى على الشركه اللي هتعينك. طبعا تكون العربيه بتاعتك، طبعا تقدر تشتري التراك الكبير دوت بالتقسيط برده، او تشتري مستعمل، وفي جزء من بيزنس كمان بتعمل فلوس احسن شويه من انك تشتغل بس سواء نقله عند شركه بيدولك راتب عادي جدا تعملك 70,000 في السنه او 80,000 في السنه، او هتلاقي نفسك معظم اسبوعين مثلا بره البيت وبتسوق مسافات طويله بين ولايات كبيره، فبتبقى مش بالنسبه لهم مش مجديه.